السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل فكرة سمك حلوة قوي جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف احنا عملناها ازاي وايه مكوناتها. بصوا، انا معايا هنا سمكية بولتي كبيرة بالشكل ده. السمكية دي كانت حوالي كيلو ونص، غسلتها ونضفتها جدا ونقعتها في ليمون. ومعايا سمك مكرونة عملته قبل كده معاكم على القناة، ودي سمكية صغنونة طبة الميزان. غسلت السمك ونقعته في ليمون وملح وسبته لما اتنقع، وبعد كده شطفته. وهنيجي بقى لحشوة كده هنحشي بيها السمكية، جزر وبصل وطماطم، ونفس النظام برضو جزر وبصل وطماطم، بس في حشوة وفي حاجات هنحطها في أرضية الصينية. مش هنسبق الأحداث. معايا بقى خلطة السمك اللي أنا عاملاها في الفريزر، وهنزل عليها بقى بكزبرة وملح وكمون. خلطة السمك دي أنا عاملاها فلفل وتوم، فرماهم على بعض كويس جدا في الكبة وشايلاها في الفريزر. طلعتها وهنزل عليها بقى باخر يعني معلقتين 3 خل كده، اخر حبة خل كانوا عندي، وكمان ليمونتين كده قطعتهم من صوص كده وهعصرهم. طبعا كده كده السمك بيحب الليمون والكمون، كتري بقى في الليمون والكمون علشان السمك بتاعك يبقى طعمه حلو، والكزبرة كمان الناشفة. هبدأ دلوقتي بقى عصرت الليمون وهقلب كده على الخلطة اللي انا كنت عاملاها، وهقلبها كويس جدا. وهبدأ دلوقتي بقى املح السمك بتاعي. هبدأ بالنوع دوت، وهركن النوع اللي هيتحشي على جنب. هبدأ بس بالنوع ده اللي هو المكرونة ده، هملحه كده كويس. انا عملت السمك ده معاكم على فكرة قبل كده على القناة، وقلت لكم ان السمك دوت ما فيهوش شوك كتير، هي بس السلسلة ما فيهوش شوك رفيع اللي بيبقى في السمك. لو عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا في منتهى الجمال، زي السكر كده في عسل. بصوا، خلصته كده وملحته، هركنه بقى كده على جنب. وهجيب بقى الخلطة اللي هحشي بيها السمكية بتاعتي. هاخد بقى معلقة خلطة كده من اللي انا عملتها، وهقلب بقى الجزر اللي انا بشراه دوت والبصل والطماطمايه، وهقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اجيب السمكية بتاعتي، سمكية البولتي الحلوة الجميلة دي. هبدأ بقى اشرحها كده وهنغزها كده اهو بالسكينة، ايوه كده، علشان خاطر هحشي الفراغات بتاعتها، بحيث ان السمكية بتاعتي تبقى متحيقة ومتملحة من كل الجوانب. بصوا بقى، هملحها كده من قلبها من جوه، وكمان الفتحات اللي انا عملتها للسمكية من بره هحشيها برضو بالخلطة، علشان السمكية بتاعتي تبقى متطعمة من كله. بصوا اهو، ومن بره كده هلفها وكل حاجة. انا السمكية بتاعتي مش هشويها برده ولا باي حاجة. بصوا، انا هدخلها الفرن كده بالخلطة زي ما هي كده، وعايزة اقول لكم نتيجتها كانت هايلة. خليكم معايا، تابعوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا كل الخطوات وكل التريكات والحركات اللي احنا هنعملها. بصوا بقى، انا هحشي السمكية بتاعتي كويس جدا، وهجيب بقى الصينية بتاعتي. اول حاجة دي المكونات اللي انا هحطها في ارضية الصينية. هنعمل فرشة كده في الصينية علشان خاطر ننزل عليها بالسمكية. هقلبها برضو بشوية تتبيلة، وهنزل بيها كده في ارضية الصينية. وحبة كده من الخلطة بتاعة الحشو السمكية برضو نزلت بيهم. وهحط السمكية بتاعة العسل القمر دي، وهسيبها بقى تحيق من التتبيلة. وقبل ما تدخل الفرن هرش عليها زيت من فوق علشان خاطر وشها كده يبقى بيلمع وحلو. اسخن الفرن على اعلى درجة حرارة، وهدخلها على الرف اللي في النص. بصوا الجمال، شايفين الحلاوة؟ حاجة كده جميلة جدا، وفاض كمان تتبيلة. بصوا، حاجة كده تحفة. جبت السمك بقى المكرونة بدرته بالدقيق، وطبعا انتوا عارفين انا ببدره من الدقيق وبفرده على على ورق كراريس نضيف مش مكتوب فيه، علشان لو حطيته على مناديل مطبخ هيلزق في المناديل. فانا بدرته بالدقيق العادي، والزيت اتقدح ونزلت بقى بيه هنا اهوت، وهحمر كمية السمك المكرونة. وفي الوقت اللي السمك المكرونة بتحمر فيه كانت السمكية البولتي في الفرن. زي ما قلت لكم بتدخليها على اعلى درجة حرارة، بتكوني مسخنة الفرن من قبلها، وبتدخليها الفرن، وبتاخد بقى زي ما تاخد على حجم السمكية بتاعتك. انا والله ما حطيتلهاش وقت وما ركزتش في الوقت يعني.
بس عايزه اقول لكم كانت السوا بتاعها مستوي سوا كامل، وكانت طعمها في منتهى الجمال. والا بقى الخلطه والفرشه اللي انا كنت عاملاها في ارضيه الصينيه حاجه كده تحفه، اللهم بارك، كانت طعمها في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه، ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتك الطريقه بتاعت النهارده اضغطي لي لايك. اللايك يا حبيبه قلبي بيدعم الفيديو وبيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. خلي غيرك يستفيد زي ما انت ما اتفرجتي على الفيديو واستفدتي منه. اعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان حبايبك واصحابك يشوفوا الفيديو ويستفيدوا زي ما انت ما استفدتي. هكمل بقى قلي بقيه كميه السمك كلها بنفس الطريقه. كل ما اطلع طاسة احط الطاسة التانية ونكمل بقى قلية السمك بتاعنا. عايزه اقول لكم السمك المكرونه دوت بالنسبه لي انا طعمه في منتهى الجمال، انا بحبه جدا جدا وولادي، لان هو ما فيهوش شوك كتير، طعمه مسكر زي العسل. شايفين لونه جميل ازاي؟ لونه تحفه، لونه جميل جدا، اللهم بارك. بألف هنا للي كل. وادي السمكية بتاعتي طلعت من الفرن، وكنت رش عليها شويه زيت. بصوا الفتحات بتاعتها، السمكية بيضه قشطه من جوه ازاي. عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال. والا الخلطه كانت طعمها تحفه، طعمها رائع فوق فوق الوصف. شايفين؟ جميله جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا للي كل. يا رب النهارده طريقتي تكون عجبتكم وفيديو النهارده يكون عجبكم. شايفين؟ بصوا الجمال والحلاوه، حاجه كده جميله جدا. اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو النهارده اضغطوا لنا لايك. بصوا شايفين قلبها مستوي ازاي، السمكيه اللهم بارك مستويه على الاخر وقلبها ابيض زي القشطه. بصوا شايفين؟ مفيش في السمك الا هي السلسله بس، بنعين السلسله وخلاص، مفيهوش شوك، طعمه جميل جدا. الخلطه تحفه بالنسبه لي، ان شاء الله تعجبكم انتوا كمان. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو، بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.